والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في درس جديد على قناه يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل بوستر فيلم سبايدر مان هوم كومينج زي اللي باين قدامكم على الشاشه ده. وان شاء الله هيبقى النهارده درس دمج باذن الله يعجبكم، وكل اللي عليك تعمله هو تابع معايا الدرس. في درس النهارده ان شاء الله هنرجع تاني للدمج، وهنرجع بدرس لتصميم بوستر الفيلم سبايدر مان هوم كومينج اللي هو ان شاء الله هينزل شهر 7 الجاي. ده البوستر، دي النتيجه النهائيه زي اللي انت شفتها قبل ما تخش الفيديو، اللي شفتها في اول الفيديو. يا رب ما كنتش نسيت احطها بس هي دي النتيجه النهائيه. تمام، الشبك دوت والجو اللي فوق دوت احنا يعني معمول مش تبع الريندر ولا حاجه. تمام، كل اللي علينا نعمله هو اول حاجه ان احنا نفتح مقاس البوستر. عايز تعمله بمقاس البوستر براحتك، عايز تعمله بمقاس الخلفيه برضو براحتك. فتعالى نخليها بوستر المره دي. فهفتح مقاس 600 في 900 وادوس اوكي، وهيبقى هو دوت المقاس اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله. تمام، دي الملحقات بتاعت الدرس بتاع النهارده اهي، هي دي. اول حاجه هنعملها هي ان احنا هنسحب عمود النور اللي عندنا ده، وهنوسطنه في وسط البوستر بالظبط، بس هنخلي اللي في النص بالظبط هو مكان النور نفسه مش العمود نفسه. فبس نكبره كده عشان يبقى نخبي منه جزء تحت، ونحطه بالظبط هنا تقريبا، يعني مش بالظبط ولا حاجه. تمام، وهخلي بس الخلفيه لونها اسود عشان كده عشان نبقى شايفين يعني الدنيا هتبقى عامله ازاي. تمام، العمود ده مطفي فعايزين نعمل له نور، فهعمل فوقيه نيو لاير واخلي المود بتاعه كلر دوج لينر دوج اد اللي هو ده. وهجيب فرشه لونها ازرق لبني كده شويه. طبعا هتقولي مفيش حاجه اسمها عمود بينور ازرق، لكن يعني شكل البوستر كان شكله احلى والانوار والاضاءات فيه زرق يعني. فهختار اهو اللون الازرق ده، ونجيب فرشه سودا ناعمه فرشه قصدي بنفس اللون ده ناعمه، وهضغط ضغطه هنا. بلاش فوق كده عشان احنا هنبقى عايزين نصغر حجمها ونعمل لها بلور. فاهو هحطها هنا، وخلي على شكل العمود، احطها هنا كده، وهاخد منها كوبي واكبر حجمه كده شويه، واخش من فلتر بلور جوزيان بلور، وازود كده بس السايز شويه، وممكن تقلل الاوباسيتي بتاعه سنه، لكن انا ممكن نخليه كده. تقدر تكبره تاني عشان يبقى ليه تأثير بعيد يعني. تمام، دلوقتي هنجيب الريندر بتاع سبايدر مان، وهنعمل حجم متناسق كده شوية مع العمود. يعني هو ممكن يبقى كده مثلا، بس المهم قبل ما نعمل اي حاجة احنا عايزين نجيب السنتر بتاع البوستر بالظبط. فهدوس على كنترول ار، واجي عند لاير الخلفية، واشد بالمسطرة كده، هشد خط الاقيه فجأة بيعمل سناب او بيلزق كده في النص بالظبط. فهنا اعرف ان هنا ده منتصف الفيديو، عشان قصدي منتصف البوستر، عشان اعرف نسنتر كل حاجه بالملي. فانا هحط سبايدر مان في النص بالظبط كده، عشان يبقى فيه كانه تاثير المرايه يمين وشمال زي بعض. ممكن كمان تحرك العمود كده شويه. اوكي، هنعمل دلوقتي تقدر تخبي الخطوط بتاعه المسطره ديت عن ان انت تدوس كنترول اتش، هتلاقيها اختفت. همسح دلوقتي، هعمل ماسك على لاير سبايدر مان وبفرشه لونها اسود، ويبقى الاوباسيتي بتاع الهاردنس بتاعتها 100. همسح الاصلي اللي هو الشبكه الاصليه دي يعني. تمام، هاجي دلوقتي من عند الحته اللي انا عايز الشبك يبقى واصل عندها، وهو هنا مثلا. هجيب اداه البين تول، وتتاكد ان انت مختار من هنا باس مش شيب، وهعمل تحديده من اول هنا، وانزل في النص كده، اعمل ميل بسيط، ما تعملش قوي كده، لا اعمل ميل بسيط شويه كده او كده مثلا، ونخلص التحديد عند ايد سبايدر مان من هنا اهو، بس برضو وتعمل ميلة في الناحية العكسية. تمام، انا بقى عندي الخط ده. هتيجي في نيو لاير وتدوس، وتيجي عند الفرشة بتاعتك تختار اللون ابيض، وتخلي الهاردنس بتاعتها 100%، وهخلي مثلا الحجم بتاعها 2 مثلا، اللي هتعمل لنا لا ده كده كبيرة، ممكن نخليها 1 عشان تعمل خط رفيع شوية. مش عايزة يبقى رفيع، مش عارف ليه كده طب تمام، انا ممكن اخليها مثلا تكتب هنا نقطة 7، يعني 7/10. تمام، حلو كده.
هتيجي بقى دلوقتي بقى عند اداه البين تول تاني وتدوس كليك يمين وتختار ستروك باس، او ان انت تخلي الباس بتاعك ده، الباس اللي هو الخط اللي انت حددته، تخليه تعمل له ستروك، وتختار من هنا البرش وتدوس اوكي وتدوس انتر عشان تشيل التحديد. هتلاقي ان هو عمل لك تحديد للخط ده كله بالفرشه، بابعاد الفرشه بتاعتك. فانت دي طريقه حلوه ان انت لو عايز ترسم على اي شكل وتعمل له تحديد كده. هاخد منه كوبي عشان نعمل شكل الشبكه اللي انتوا شفتوها هنا. هاخد منه كوبي وادوس كنترول تي واعمل له فليب هوريزونتال، او ان هو يتعكس من اليمين للشمال، ان انا هدوس يعني كليك يمين واختار منها دي واضيقه كده سنه وانا دايس الت. ممكن اهو اضيقه كده سنه، فبقى عندي الشكل ده. تقدر تاخد منه كوبي لواحد تاني وتقلبه كده، اللي هو تعمل اشكال كتير يعني عشان يبان ان هو كأن في شبك كتير طالع من ايده يعني. ممكن تعمل كنترول تي لواحد عشان يبان التأثير بتاعه اهو. فانت كده عملت الشبك بتاع سبايدر مان. تقدر تعمل اكتر من شكل على حسب التنايات اللي انت هتعملها بأداة البين تول. تمام. الحتة دي بقى هتتعمل ازاي؟ اللي هي الحتة اللي فوق دي سهلة جدا، مش محتاجة حاجة. الاول بس تعال نحط الشبك ده كله في لاير واحد. بعمل كده ازاي؟ بحددهم كلهم وادوس كنترول اي. هاجي دلوقتي فوق لاير العمود اللي هو يعني نعمل لاير جديد، وتجيب اداة اللي هي اللاسو تول، وهمشي حوالين العمود كده بشكل مش منتظم خالص، بس المهم يبقى حوالين العمود كأنه مغلف العمود كده. واجيب لو التحديد مظهرش معاك دوس كنترول اتش، فتجيب الفرشة بتاعتك اللي ابعادها واحد دي وتلون كده اهو كده. طبعا ما تعملش يعني، يا ريت تعمل فراغات عشان يبان كأنه شباك عنكبوت يعني. فهتلاقيها عملت معاك الشكل ده اللي هو شكل شبك العنكبوت اللي هو لف فوق. تمام. دلوقتي هنعمل الاضاءات اللي جايه على سبايدر مان نفسه من النور بتاع اللي اسمه ايه اللي فوق ده العمود. فهتدوس على انر شادو. انا جبت الصفحه دي ازاي؟ دوست كليكتين على سبايدر مان، وهتيجي هنا عند الانر شادو وتخلي بص ده الاتجاه اللي جاي منه اللي انت عايز الاضاءه تيجي منه. فانا هخليه عشان الاضاءه جايه من فوق فهخليها 90%، وهغير اللون واختار اللون اللبنيات اللي هو ده، واخلي المود بتاعه من هنا لينر دوج. فتقدر بس تزود السايز شويه لو انت عايز تعمل الكلر عالي، لكن هو حلو كده. اوكي. طبعا الاضاءه هتبقى كمان جايه على راسه من هنا. فهنعمل ايه؟ هتعمل نيو لاير فوقيه وتدخله جواه كده ازاي وانت دايس الت تدوس بين اللايرين. استنى بس عشان ما نتلخبطش، نسمي كل حاجه باسمها. نسمي ده خيوط عشان احنا مش شايفين حاجه بصراحه. تمام. والاضاءه هنا اللي هتعملها على وشه، هتحدد وشه لان الاضاءه طبعا هتبقى جايه على الدقن فمش محتاجه تحديد. انت ممكن باداه الدايره تحدد ناحيه الشكل الوش كده تقريبا، وباللون الازرق ده اهو. وطبعا تختار من هنا ان المود يبقى كلر دوج، فرشه ناعمه كبرها شويه وتلون هنا لينر دوج اسف اللي هو ده. نمسح الكلام الفارغ اللي احنا عملناه ده وتلون من بره على خفيف كده وترجع باك. ولو لقيت ان التحديد حوافه باينه باداه البلور تول دي امشي عليها ضغطتين 3 كده عشان تنعمها شويه. تاني تقدر ترفعها لفوق شويه. تمام كده احنا خلصنا الحته دي. هنعمل ايه دلوقتي؟ نجيب الخلفيه بتاعه الشارع اللي احنا عاملينه. تمام. هي دي الخلفيه. لو انت حابب تتصور صوره زي دي ينفع تتصورها بسهوله لو انت نايم على الارض على ظهرك وتعمل نفس الوضعيه دي، فتحط نفسك مكان الصوره يبقى شكلها خرافي. فيا ريت الخلفيه تبقى خلفيه من ارض الشارع، محدش يجيب صوره سيتي او مدينه من فوق بطياره، فلان مفيش عمود نور فوق. فديت صوره كأن فعلا في عمود نور على الارض، ان فعلا في عواميد اهو حوالين المكان. فانا هكبر الصوره كده سنه وهخش من قائمه بلور جوزيان بلور عشان نعمل الفوكس يعني ان كأن الشارع بعيد شويه. وكده اوكي. عايزين نغمق العمود شويه لانه منور قوي مع ان المفروض يبقى الشارع ضلمه. فهاجي فوقيه واختار من الادجستمنت الكيرفز اللي هي المنحنيات دي، وهغمق. هلاقي نفسي غمقت الصوره كلها. هتدوس على العلامه دي
فكده هيبقى مخصوص بس للعمود ده. فهفتحه سنة بسيطة كده، بس لازم يبقى مضلم عشان احنا بالليل. تمام، هنعمل نيو لاير تاني بس يبقى برضو داخل جوه كده تحت التغميق ده، وبالفرشة بتاعتك، ويبقى المود بتاعه كولر لينر دوج لينر دوج اد، وتلون كده بس بشويش عشان يعني الاضاءة جاية على العمود، فده من الطبيعي يعني. تمام اوكي. هنيجي دلوقتي بقى نحط السموك اللي هو او الدخان اللي احنا عاملينه هنا ده، تأثير الدخان، لان في ناس سألتني عليه قبل كده. واحد هيقول لي طب احنا ما شفناش في الحاجات اللي انت حاططها مع الدرس، ما شفناش المطره اللي انت عاملها. المطره دي بتتعمل على الفوتوشوب نفسه، هوريك ازاي. على العموم بس نحط اول حاجه فوق خالص كده الدخان، وهخلي المود بتاعه سكرين عشان الاسود يروح ويفضل لي الدخان بس. وهكبر الصوره كده شويه، وهحط الدخان تحت كده اهو، وهخليه كده حلو. على بال ما نظبط الالوان هيكون غامق شويه. هنعمل فوقيهم برضو منحنى، لو مش لاقي قائمه الادجستمنت دي تقدر تيجي وتجيبها من هنا. وهرفع كالعاده الحركه اللي احنا بنعملها دايما بس عشان بتهدي الاضاءه شويه. هرفع الهاندل اللي هنا او الايد اللي هنا، هرفعها كده اهو، وتيجي هنا من النص تشد شده واحده كده. اوكي، ممكن تخف عليها شويه كده. تمام. هنيجي دلوقتي بقى نعمل تأثير المطرة. هتعمل نيو لاير وتملاه كله باللون الاسود. مليت الشاشة باللون الاسود ازاي؟ دوست الت زائد ديليت من فوق الاسهم وانا مختار اللون الاسود. هخش من فلتر وهختار نويز اد نويز، وتبقى محدد على ال مش عارف اني ممكن يبقى افضل يعني اليونيفورم ولا الجوزيون، بس انا لما عملتها بالجوزيون ده. وهخلي القيمة 17 و55. هخش من قائمة فلتر بقى بعد كده من بلور، واختار موشن بلور، واختار 45 درجة زاوية الميل بتاعت المطر يعني في الافلام دايما، وعامل انا القيمة 17 وهدوس اوكي. محتاجين بقى دلوقتي نغمقه شوية عشان يفضل لنا الابيض بس اللي هو المطر. فهنخش من adjustment ونختار contrast and brightness، فهعلي الكونتراست كده وهعلي الاضاءة كده عشان يظهر معايا المطر. وهختار طبعا عشان انت عرفت دلوقتي ان انا عشان اخفي الاسود واسيب الابيض اخلي المود بالظبط كده سكرين. تقدر كمان تعمل له شاربن عشان يظهر اكتر، لكن مش مشكلتنا يعني. ممكن نعمل له شاربن اوكي، وممكن تاخد منها كوبي وتقلل الاوباسيتي بتاعته تخليها مثلا 30% عشان يبقى واضح اكتر. تمام. انا اللي عملته كان ان انا خدت واحده تانية وكبرتها كده، ان طبعا لان المطر مش بيبقى حته واحده يعني، ده بيبقى حتت كتير، فحبه منهم يبقوا قريبين من الكاميرا اهو. وممكن كمان تعمل له بلور، جوزيون بلور بس على خفيف كده، انه كانه قريب من الكاميرا بقى وكده يعني، فوكس وكده. نجيب دلوقتي اللوجو بتاع الفيلم. اللي هيقول لي جبت لوجو الفيلم منين، هقول له ان انا كتبت على جوجل سبايدر مان هوم كامينج لوجو PNG عشان يجيب لي اللوجو بتاعه بتاع الفيلم PNG. هصغره كده شويه واحطه تحت راسه، ممكن تصغره شويه كمان كده. وتقدر كمان تحط في الخلفيه، تاخد من الدخان ده كوبي وتحط ورا العمود وورا سبايدر مان وكل الحاجات دي اهو، يبقى كانه في الشارع ورا، بس ترفعه لفوق كده شويه انه كانه متطاير بقى وكده. و بأداة الجريدينت وانت عامل ماسك من هنا تمسح من تحت شويه عشان ما يبقوش جايين على بعض فيعكروا صفو حلو يعكروا صفو دي. تمام كده بقى فاضل اللمسه الاخيره، وهي ان احنا نضم الحاجات دي كلها في لاير واحد مع بعض. هنا بس في الكيرف محتاجين نرفع دي سنه اهو، تعمل كده. نضم كل دول في لاير واحد عن طريق كنترول شيفت الت اي. ولو عايز تعرف اكتر عن الاختصارات بتاعت الفوتوشوب هتلاقي تحت اللينك الفيديو، في فيديو في حاجات عن الاختصارات ان شاء الله يفيدك. ونخش من فلتر ونخش على كاميرا ايه اللي عملته ده، ونخش من فلتر نختار كاميرا رو فلتر. كاميرا رو فلتر بيبقى موجود بس في اصدارات السي سي اللي هي CC 2014 15 16 17، لكن CS6 مش هتلاقيه. فممكن لو مش لاقيه يا سيدي تخش على البديل بتاعه من Image Adjustment وتختار Shadows and Highlights. تمام. انا هخش على الكاميرا رو فلتر وهقلل الهايلايتس شويه اللي هي دي
وممكن تزود الشادوز عشان تعمل اسود اكتر. وهنزل تحت عند اللي هي الالوان، هزود الالوان شوية، وممكن تزود الكليريتي دي شوية. وانت براحتك يعني، الحاجات دي بتبقى حاجات للاحساس يعني، هسيبها لاحساسك انت تختار انت عايز تعمل ايه بالنسبة للتفتيح والتغميق وكده. تمام، وهندوس اوكي. وبكده يبقى درس النهارده خلص. اتمنى فعلا لو عجبك ما تنساش تدوس لايك تحت تحت الفيديو يعني، وتكتب كومنت عن رايك في الدرس. وان شاء الله لو عجبك يا ريت تقول لنا افكار دروس جايه باذن الله، وافكار عن افلام تانية مثلا، ولوجوهات وكده. كان معكم يوسف محمد من قناه يوسف شوب توتوريالز. اتمنى فعلا لو عجبك كمان تشترك في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.